بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بيكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في البدايه عايز اقول لكم كل سنه وانتم طيبين، بمناسبه ان احنا خلاص داخلين على ايام عظيمه وهم العشر من ذي الحجه. عايزين على قد ما نقدر نجتهد فيهم ونقرب من ربنا اكتر، وربنا يا رب يتقبل مننا جميعا صالح الاعمال، وان شاء الله ندخل على عيد الاضحى، يعني ربنا يعود علينا الايام جميعا بخير. في الفيديوهات اللي فاتت اتكلمنا وحطينا اساسيات لنفسنا، وعرفنا انواع المعامل، وعرفنا نفرق بين انواع المعامل والاقسام اللي جوه كل معمل. وبعدها اتكلمنا على الانابيب، وعرفنا ليه بستخدم الانبوبه دي في التحليل ده، وليه بستخدم الانبوبه التانية في التحليل المعين ده، وليه ما ينفعش يعني ابدل بين الانابيب، وازاي كل انبوبه بتشتغل. الفيديو اللي بعديه اتكلمنا مع بعض عن ازاي ارتب انابيب السحب بعد ما يعني وانا بسحب، ازاي ارتب انابيب السحب، وازاي يعني املي الانبوبه دي الاول وبعدها الانبوبه دي، وليه انا بملي الانبوبه دي وبعد كده بملي الانبوبه دي. والفيديوهات هتلاقوها في القناه، لو حابين ترجعوا لها هتلاقوها بالترتيب ده ان شاء الله. نيجي بقى لأهم جزء معانا، وهو سحب العينة. يعني سحب العينة رقم واحد، يعني هو الأساس بتاعنا، لأنك كونك إنك سحبت عينة دم صح بنسبة كبيرة هتوصل لنتيجة صح. يعني إيه؟ يعني أي مشكلة بتحصل في سحبك للعينة هتأثر بعد كده في النتيجة. وعشان كده أي نتيجة بتطلع لازم تكون فاهم أنت بتطلع النتيجة دي بناء عن إيه. يعني أنت وليكن طلع لك نتيجة عالية وسلمتها وهي عالية، وأنت ما عندكش سبب ليه هي عالية، فده طبعا مش صح. ليه؟ كونك إنك ما أخدتش هيستوري كامل عن للمريض اللي قدامك، ده كده ما ينفعش. لازم اي مريض يجي لك تبقى واخد منه هيستوري. هل المريض دوت مريض سكر؟ المريض ده مريض ضغط؟ بياخد ادويه لاي حاجه؟ لازم تبقى فاهم كل الاسئله دي، وفاهم كل وحاطط كل ده قدامك. لان لما يطلع لك نتيجه ما ينفعش تسلمها على طول. افرض في مشكله، يعني المشكله ممكن تكون في سحبك للعينه اصلا. يعني سحب العينات ده بيحصل منه مشاكل كتير، بتأدي انك بتطلع نتائج غلط وبتسلمها وانت مش عارف. فاول حاجه تبقى واخد هيستوري كامل للمريض، تسحب العينه صح، تشتغل العينه صح، هتطلع نتيجه صح ان شاء الله. طب انا بقى يعني ايه اساس سحب العينه؟ هقول لك احنا عندنا اماكن مختلفه نسحب منها العينه. هعرفك كل مكان احنا بنسحب منه العينه ليه وازاي، وازاي انا بفضل المكان ده عن ده، وايه اشهر الاماكن اللي احنا بنسحب منها عينات الدم. بس في الاول مثلا احنا بنسحب عينات الدم ليه؟ اول حاجه انت كمريض دكتور طلب منه تحليل، بيقول له روح اعمل لي التحليل ده. هو ليه عايزه يعمل له التحليل ده؟ عشان يطمن على صحته ويطلع له ويطلع النتيجه، وبالتالي لو في اي حاجه يبتدي يديله علاج ليها. فكون ان انا سحبت العينه كويس وسلمت نتيجه يعني سلمت نتيجه مظبوطه، فاتخذ عليها اكشن محترم، يعني اكشن من الدكتور خد عليه اكشن حلو، ولو في تشخيص الدكتور شخصه كويس بناء على النتيجه. فكونك انك تسحب عينه صح، دي اهم خطوه بالنسبه لاي حاله انت بتجيلك. انت بتسحب نظري، يعني انت بتشوف، قصدي نظري، ويعني بتشوف مره واثنين وثلاثه وتعرف الاماكن. يعني بتدرس الاول وتبقى فاهم، طب انا هنا يعني هنا انا بسحب كده من ايه، طب هنا في ايه، هنا مفيش ايه. حطيت الاساس النظري بتاعي في دماغي. شفت بقى حاله قدامي عملي مره واثنين وثلاثه، يعني ان شاء الله هنزل لكم الفيديو النظري، وان شاء الله هنزل لكم فيديوهات عملي بحيث انك تشوفوا بعينكم ازاي اللي احنا بنقوله ده، يعني اللي احنا بنشرحه ده هنزله لكم عملي بحيث تبقى شايف كل حاجه. طب انا قبل ما اسحب العينه انا محتاج ايه؟ انت محتاج شويه ادوات. ايه الادوات اللي محتاجها؟ انت اول حاجه محتاج الكحول طبي. يعني كحول طبي بتبقى زي يعني زي كده زي كده شرايط بتستخدمها تسحب، يعني بتعقم منها مره واحده، يعني ما ينفعش تاخدها تعقم بيها كذا حاله، ده ما ينفعش. دي الكحول سواد كده تستخدمها، السواد دي تستخدمها لمريض واحد وترميها على طول. تاني حاجه انت محتاج جلوفز، محتاج بلاستر، محتاج قطن، محتاج رباط ضاغط، وطبعا محتاج التيوبس، ومحتاج اخر حاجه معانا اللي هو الديفايس او الجهاز اللي انت بتعمل بيه الكوليكشن بتاعك او السحب بتاعك. هتقول لي هو مش انا بستخدم سرنجه بس؟ هقول لك معظم المعامل بتشتغل بنظام السرنجات. يعني هو نظام حلو وسهل ومفضل. هو سهل معظم المعامل. في معامل قليله بتجيب برضو حاجه اسمها الفاكيوتينر. الفاكيوتينر ده حاجه، يعني حاجه كده متقدمه شويه. فايده ان هم طلعوه لسبب ان انت مثلا لو عايز تسحب عينات كتيره بتستخدمه. وهفهمك ازاي بنستخدمه بعد، يعني ازاي بنستخدمه بعد كده في الشرح العملي ان شاء الله هوريك ازاي بنستخدمه.
اخر حاجه الباتر فلاي دي انت مش هتشوفها كتير، وهوريها لك برضو ازاي بتسحب بيها. بس احنا رقم واحد هو السيرنج ده او السرنجه دي اللي بنستخدمها بنسبه كبيره يعني في معظم الحالات اللي بتقابلنا، وانت دي اللي هتشوفها في معظم المعامل يعني. نيجي بقى لسحب عينات الدم. انت عندك كام مكان بتسحب منه عينة الدم؟ عندك ثلاث اماكن: الفين اللي هو الوريد، والارتري اللي هو الشريان، والكابيلرز اللي هي الشعيرات الدمويه. طب احنا دلوقتي هنسحب من الثلاثه، انت بتتسحب من الثلاثه. طب ايه اشهر مكان بيتسحب منه العينات؟ الفين، الوريد. ليه؟ لان رقم واحد الوريد واضح سبحان الله، هو في جسمك متشاف وواضح، وبره الجسم يعني هو متشاف من ناحيه الجلد. عكس الشرايين بتبقى محفوره جوه، واماكنها بتبقى يعني صعبه شويه ومؤلمه. وسبحان الله من حكمه ربنا خلى لك الفين تبقى متشافه وظاهره، والارتري اللي هي مسؤوله عن حياتك، يعني دي اللي بتمد جسمك بالدم والمغذيات للانسجه، خليها لك محفوره عشان مش من اي مثلا خبطه تروح ناسفه. انت لو شريان مثلا لا قدر الله اتفتح، يعني هتلاقي كميه دم رهيبه بتنزل. عشان كده ربنا حافظ لك عليهم وخلاهم جوه جسمك محميين. يعني احنا بنسحب من الاورده اكتر حاجه، اقول لك يعني احنا عشان الاورده ظاهره ومفيش الم كبير، فعشان دي اكتر حاجه بنسحب منها على العينات بتاعتنا. بعد كده الارتري دي عايزه تكون متمكن وعندك خبره كافيه وشفت العملي كتير، بحيث انك لازم تدخل في الشريان بالظبط. لان الشرايين زي ما قلت لك بيبقى اماكنها صعبه، وهعرفك احنا ليه مش اي حد يسحب من الارتري ده. واخر حاجه الكابيلاريز دي الشعيرات الدمويه يعني شعيرات دمويه. هقول لك برضو امتى بنلجأ لها وامتى بنسحب من الشعيرات الدمويه. بس احنا في اساسنا احنا معظم كلامنا هيتكلم عن الفين، اللي هو معظم الناس يعني معظم السحب بيكون من الفين ده. يعني اساسيات السحب واحده، يعني اساسيات السحب كتعقيم يعني كخطوات هي واحده، بس كتكنيك بقى في الحاجه المعينه دي لازم تكون فاهمه وعارفه. نيجي نتكلم بقى عن الاورده، يعني الفين. انت اشهر الاورده اللي احنا بنسحب منها عامه اللي هي من ناحيه الكوع، من ناحيه كوع ايدك من فوق. يعني الصوره اللي قدامك دي كأن الايد اليمين بتاعت جسمك مثلا، كأن ايد اليمين بتاعت الانسان. عندنا ثلاث أوردة يعني بنسحب، يعني معظم الناس بتسحب منهم، وبيبقوا ظاهرين عند معظم الناس برضه، يعني نسبة قليلة قوي بيبقوا مش ظاهرين فيهم. عندنا ثلاث أوردة رئيسية فيهم. أول حاجة بيبقى موجود من ناحية داخل جسمك كده، اللي هو من جوه جسمك، حاجة اسمها البازيليك فين. ده من داخل جسمك، يعني بص على اليمين كده، انت كأنك داخل على جسمك. في النص وريد اسمه ميديان كيوبيتال فين. في من الناحية اللي بره من خارج جسمك حاجة اسمها السيفاليك فين. هتقول لي طب انا دلوقتي عندي الثلاث اوراق دول هيكونوا ظاهرين؟ هقول لك هيكونوا ظاهرين. طب مين هيكون ظاهر فيهم اكتر؟ عشان ما اكونش كداب، يعني عشان ما اضحكش عليك، الميديان اللي هو اللي في النص ده بيكون عند معظم الناس ظاهر. يعني عند معظم الناس بتلاقيه واضح وظاهر وبتسحب منه. عشان كده احنا بنفضله ونخليه رقم واحد. طب هو ده السبب انك بتخليه رقم واحد؟ اقول لك لا، في سبب تاني. ان هو اول حاجه بيبقى في النص وبيبقى ثابت، فعشان كده الافضليه ليه ان هو يبقى رقم واحد في السحب. ده بيبقى في النص وثابت، بحيث انك لما بتيجي تسحب بتعرف تثبته، ما بيعرفش يروح يمين ولا شمال، بيبقى ثابت كده وظاهر وواضح. تالت حاجة ان هو مش بيبقى تحته اعصاب كتير، يعني مش بيبقى تحته اعصاب، فالالم نسبة الالم للمريض بتبقى قليلة. مش بيحس بالالم قوي لو انت دخلت وسحبت صح، دخلت بالزاوية الصح وسحبت. طب هتقول لي تاني حاجة مفضلة ايه؟ هقول لك السيفاليك. ليه السيفاليك مفضل تاني حاجة؟ لانه اول حاجة لانه خارج الجسم، يعني هو كويس وهتلاقيه عند معظم الناس ظاهر، بس هو بيبقى خارج الجسم شوية، فوارد ان هو يجي على الجنب، يجي على الجنب، فما تعرفش تتحكم فيه اكتر زي الميديان اللي هو في النص. تالت حاجة البازيليك فين. ده بتخليه رقم ثلاثة. ليه بتخليه رقم ثلاثة؟ لأنه بيبقى قريب شوية من ناحية الأعصاب، فلو أنت دخلت بزاوية غلط أو ما لقيتهوش وقعدت تدور، فأنت ممكن تسبب ألم للمريض اللي قدامك، وزائد إنك ممكن تعمل له تجمع دموي في إيده فتحسسه بالألم أكتر. فإحنا فرضا إحنا لقينا الثلاث أوردة ظاهرين، نسحب من مين؟ نسحب من الميديال كيوبيتال فين أو الميديان اللي هو اللي في النص. بعد كده رقم اتنين نسحب من السيفاليك البازيليك. طب احنا ما لقيناش الميديان، لقينا السيفاليك، نسحب من السيفاليك. ما لقيناش ولا الميديان ولا السيفاليك، نسحب من البازيليك. خلاص احنا كده فهمنا الترتيب بتاعهم.
هنا قلت لك يعني افضل وريد للسحب، هم كلهم كويسين، بس احنا بنفضل الميديان لانه في النص وظاهر ومفيش الم، يعني نسبه الالم قليله. بعد كده السيفاليك، بعد كده البازيليك، لانه بيبقى قريب من الجسم، بيبقى قريب من الاعصاب، فوارد انك يعني ايه تسبب الم للمريض منه، فعشان كده بنخليه رقم 3. نيجي بقى ازاي نسحب عينه الدم من الوريد. ركز بقى كده معايا واحده واحده عشان تبقى فاهم. احنا اول حاجه المريض اتهيأ خلاص ان هو يبقى موجود قدامك، هنسحب العينه. في شويه حاجات عايز اقول لك عليها بقى. انت اول حاجه خلي المريض يقعد، يعني انت ايه، خليه يقعد. اوعى تسحب لحد وهو واقف. ليه اوعى اسحب لحد وهو واقف؟ يعني خليها في دماغك كده، ما تسحبش لحد وهو واقف، يعني خلاص قاعده في دماغك. ليه؟ لانه ممكن يحصل مثلا ان المريض يغمى عليه، فانت في خلاص انت في الوضع دوت، واغمى عليه نزل على الارض، فانت بقت كل حاجه في حته. فاهمني؟ فانت لو هو قاعد حصل اي حاجه لا قدر الله، هو قاعد فهتعرف تلحق نفسك. فهمتني؟ فانت كونك انك هو يبقى واقف، لا ما تخليش المريض واقف وتسحب، تقعد. طب خلاص انا قعدته وبهيئه للسحب، هسحب له مثلا هسحب له من ايده اليمين، ايا كان ايده اليمين ولا الشمال. هخليه يفرد ايده، هخليه يفرد ايده كده من تحت، يحطها يسندها على حاجه، يعني يسندها على الكرسي، في كرسي كده بمسند يسندها عليه. وش ايده يعني الايد، البطن بتاعت الايد تبقى اتجاهها من فوق، يعني انت تبقى شايفها بايدك، مش العكس، لا، اتجاهها يبقى من فوق. خلاص تمام، ظبطت ايده والمريض ده حالته كويسه والدنيا تمام معاه. هبتدي احضر ادواتي اللي احنا اتكلمنا عليها. محتاج القطن بتاعي، ومحتاج البلاستر، ومحتاج السرنجه اللي هسحب بيها، ومحتاج الانابيب بالترتيب اللي اتكلمنا عليه نرتبها ونحطها قدامنا، ومحتاج التورنيكيه. اول حاجه هعملها اللي انا هربط المريض التورنيكيه. ليه هربط بقى التورنيكيه؟ التورنيكيه ده هدفه الاساسي ان هو عشان اوضح الاورده، يعني يساعد ان الدم يتجمع اكتر، فبالتالي الوريد يبقى حجمه، يعني يبقى كأن حجمه بيكبر كده، فتعرف تلاحظه وتشوفه. هجيب التورنيكيه هربطه فوق، يعني احنا قلنا بنسحب من ناحيه الكوع، فهربطه فوق الكوع مثلا بثلاث صوابع ولا حاجه، يعني هربطه، يعني اعلم ثلاث صوابع من ناحيه ايده من فوق، من ناحيه المكان اللي هنسحب منه، ونحط التورنيكيه. لاحظ بقى، عايز اقول لك على حاجه، التورنيكيه ما تسيبوش مثلا اكتر من دقيقه، لانك لو سبته اكتر من دقيقه هيعمل مشاكل. ايه المشاكل اللي هيعملها؟ اول حاجه هيجمع لك الدم في المكان ده، فيأثر على تركيز تحاليل معينه، يعني مثلا وليكن البوتاسيوم تركيزه بيبقى قليل، فلو سبت التورنيكيه اكتر من دقيقه هيجمع يعني التركيز بتاعه هيزيد، يعني فولس ريزلت اللي هو نتيجه غلط، ويطلع لك نتيجه بوتاسيوم عاليه. وكذلك في الغازات، فاكتر حاجه احنا بنكرهها، يعني ما ينفعش تحط فيها البوتاسيوم، يعني التورنيكيه اصلا ما ينفعش تحط في تحليل الغازات، ولو حطيته ما تحطوش مده طويله يعني نص دقيقه ولا حاجه، عشان نتفادى ان يحصل مشكله. بعد كده انا ربطته وبحثت عن الوريد بتاعي، استخدم ايه يعني؟ ابحث عن وريد بقى صبع بقى مني انا. انت تستخدم السبابه، يعني الابهام انت ما ينفعش تستخدمه. ليه ما ينفعش تستخدمه؟ لان الابهام اول حاجه في نبض، يعني الابهام ده في نبض منك انت، فانت ممكن لو حطيته على الوريد انت بتحس مثلا بنبضك، فانت بتحس ان في وريد، لا هو مفيش وريد. انت يعني ايه، هو مفيش وريد ولا حاجه، بس انت ايه، حسيته احساس كاذب كده، احساس كذاب، هو خدعك. فعشان كده لا، الابهام اللي هو الصبع الكبير ما نستخدموش في اللي احنا نبحث عن الوريد. نستخدم السبابه اللي هو تاني صبع، يعني اللي هو الصبع اللي بعد الصبع الكبير على طول. تمام تمام. هنبحث عن الوريد. طب انا لو ما لقيتش وريد اعمل ايه؟ يعني خلاص كده الدنيا، خلاص الدنيا باظت والدنيا بقت ضلمه. لا، هقول لك الدنيا مش ضلمه، انت ممكن تعمل شويه طرق كده تخلي الوريد يوضح، يعني ان شاء الله، يعني هيوضح ان شاء الله معاك. اول حاجه هتطلب من المريض مثلا ان هو يقفل ايده ويفتحها كذا مره، يعني ايده من تحت كده من عند صوابعه، وقول له اقفلها وافتحها بالراحه، يعني اقفلها وافتحها بالراحه كده، بحيث انك تعمل ايه، تخلي الدوره الدمويه تشتغل اسرع. يقفل ويفتح. طب ايه تاني ممكن اعمله؟ هات مثلا صباعين من عندك وخبط كده على المكان اللي هتسحب منه بالراحه كده، يعني كذا مره كده، يعني كذا مره، يعني ممكن يوضح معاك. ما نفعتش، اقعد مثلا ايه، اعمل تدليك للمكان، المنطقه اللي انت تسحب فيها مثلا الاورده كلها من ناحيه ايده كده من فوق، اقعد اعمل تدليك شويه شويه كده، يعني فسرعت الدم، يعني سرعت الدم وهو ماشي. ما نفعتش الطرق دي خالص، ممكن يعني ممكن تستعمل ايه، ممكن تعمل مثلا تجيب قطنه، مثلا قطنه فيها ميه دافيه، او شاش فيه ميه دافيه، ميه دافيه، وتحطه مثلا ايه مده يعني دقيقتين ولا حاجه على المنطقه اللي انت تسحب منها، فبنسبه كبيره هتلاقي الوريد معاك واضح ان شاء الله. وزي ما قلت لك، احنا السحب ممارسه مش حفظ. يعني ايه ممارسه مش حفظ؟ انت ممكن، يعني انت لو اتعلمت الممارسه انت ممكن ما تحتاجش كل الحاجات دي، انت خلاص انت عارف انك داخل ولاقي الوريد، يعني انت خلاص انت من كتر الممارسه والتكرار
عارف انك داخل لاقيه، مش شرط تعمل كل الحاجات دي. انت خلاص فهمت انا داخل فين، ولا هو في وريد هنا وانا داخل فين. فهمت؟ فانت مش لازم، لا لازم احفظ ولازم اعمل، لا هو انت حفظت وفهمت، احنا بنقول له افتح بس انت فاهم انت داخل على ايه، وفاهم انت هتسحب منه ولا مش هتسحب منه مع الممارسه. مش احنا بنقول دي اساسيات بالنسبه لنا نعملها عشان الوريد يبقى واضح معانا. خلاص احنا لقينا الوريد اللي هندخل فيه، وخلاص هندخل نسحب. هنعمل ايه بعد كده؟ هنعمل تعقيم للمكان اللي احنا هنسحب منه باستخدام الالكحول سواب اللي احنا قلنا عليه. يعني في حاجه بقى عايز اقول لك عليها، اللي انت بعد ما استخدمت وعملت وعقمت، انت بتعقم ازاي؟ بتعقم يا اما في اتجاه دايره، دايره لبره، يعني انت كانك بتعمل دايره وعمال تفتحها، دايره وعمال تفتحها. اوعى تعمل دايره مقفوله، انت كده اللي انت بتمسحه يعني اي بكتيريا او حاجه بتمسحها وتحطها في نفس المكان تاني. لا انت دايره لبره، دايره لبره، او بتستخدم التعقيم في اتجاه واحد ما ترجعش تاني. هوريها لك ازاي في العملي بس تبقى فاهم الحته دي. وطبعا تسيب الكحول ينشف، ما ينفعش تحط الكحول سوابع على طول وتروح داخل بالسن. انت كده في شويه الكحول، انت يعني شويه كحول كده انت مش شايفهم. شويه كحول دول هيمسكوا في السن، هيخشوا قدام، هيعملوا هيمورسيس، فهيأثر على نتيجه التحليل وهيأثر على العينه. فانت الاصح تسيب الكحول ينشف وبعد كده تخش تسحب العينه. هتحضر السرنجه بتاعتك وهتثبت الوريد، وخلاص داخلين نسحب. طب احنا هندخل نسحب بزاويه قد ايه؟ والله بص، انت من 15 ل 30، يعني الزاويه بتاعتك من 15 ل 30 كده هتبقى تمام معاك، وهتشوف الوريد واضح وهتدخل فيه، وان شاء الله باذن الله هيجيب معاك وهتسحب ان شاء الله العين. طب احنا دلوقتي السرنجه جوه وسحبنا العين، هنعمل ايه؟ هنشيل السرنجه؟ لا، تستنى بقى. احنا دلوقتي في تورنيكيه رابطينه، واحنا مش عايزين نعدي عليه دقيقه، احنا كل ده في اقل من دقيقه. هنفك التورنيكيه، يعني هنفك التورنيكيه وهنحط قطن في مكان السحب ونطلع السرنجه. طب انا لو طلعت السرنجه الاول وسبت التورنيكيه، انا وارد ان انا اعمل هيماتوما او تجمع للدم في المنطقه اللي انا سحبت منها. يعني وارد ان هو يحصل تجمع دموي ويسبب الم للمريض، لانك طلعت والتورنيكيه لسه مربوط عمال يعمل تركيز للدم، فممكن يتجمع الدم تحت الجلد ويسبب الم ويسبب احمرار يعني ليه انت في غنى عن المشكله دي؟ فعشان كده احنا الاصح قبل ما نطلع السن بتاع الابره نفك التورنيكيه، وبعد كده نطلع السرنجه ونحط القطن بتاعنا، ونخلي المريض يحط ايده على القطن، يعني لحد ما لمده مثلا ايه، مده دقيقه ولا حاجه ولا دقيقتين، لحد ما الدم يقف خالص. و... واحنا طبعا نكون بننقل الدم في الانابيب بتاعتنا، وزي ما فهمنا ترتيب الانابيب وازاي بنقل الدم في كل انبوبه والتانيه. بعد ما خلاص خلصنا هنشيل القطن ونحط البلاستر. وانا كده، طب انا حطيت بلاستر ليه؟ عشان امنع التلوث. يعني ايه؟ لو انا سبت الدم من غير ما احط بلاستر، ممكن اي بكتيريا او اي حاجه تيجي على الجرح اللي هو لسه ساحبين منه، تعمل مشكله وتعمل تلوث للجرح. عشان كده حطينا البلاستر الطبي ده على مكان السحب عشان نمنع التلوث ده. كده احنا خلصنا شرح السحب من الوريد. هندخل على تاني حاجة بسيطة، اللي هو السحب من الشعاعات الدموية، مش هتقابلها كتير. احنا بنستخدمه في يعني في حاجتين بالظبط، حاجة للأطفال وحاجة للكبار. خلينا في حاجة للكبار الأول. حاجة في الكبار اللي احنا مثلا بنسحب عينة بنسحب الكابيلة دي. هقولك بنسحب ازاي. بتشك مثلا الإنسان مثلا في صبعه وتطلع منه عينه. طب العينه دي بنستخدمها في تحاليل ايه؟ انت بتستخدمه في تحليل حاجه اسمها بليدنج تايب، تشوف هو الشخص اللي قدامك فاضل ينزف قد ايه. دي اختبارات سيوله، تطمن هل الشخص عنده سيوله، عنده مشكله عنده مشكله عامه في السيوله بتاعته ولا لا. تاني حاجه بستخدمها ان انا اعمل منها افلام، واشهر الافلام انت ممكن تلاقيها حاجه اسمها الملاريا، يعني البلاد فيلم للملاريا. بيستخدموها عشان يشخصوا بها الملاريا، بيقعدوا يفحصوها كده ويطلعوا منها لو الشخص ده عنده ملاريا ولا لا. طب في الاطفال بنستخدمها في ايه؟ في فحوصات بتتعمل للاطفال اول ما بيتولدوا، بيستخدموا منها السحب من كعب الرجل، بتبقى اسهل، وشكه من كعب الرجل بتبقى اسهل للاطفال. زائد تحليل مهم جدا اللي هو الكابيلري بالروبين. ده تحليل صفرة بيتعمل من كعب الرجل للاطفال بشكه كده عن طريق الكابيلري، ويتسحب منها عينه الدم، وعن طريق جهاز معين بيطلع نسبه الصفرة للاطفال غير الصفرة من الوريد. الاثنين يعتبر واحد، بس كدقه صفرة الوريد بيبقى ادق. بس يعني ادق لو مثلا نتيجه الصفرة عاليه بالكباري، فاحنا مش هينفع نعتمد عليها اعتماد كلي، لازم نعمل الوريد برضو ونطمن. يعني احنا بنستخدمها في اطفال حديث الولاده في الكابيلري بالروبين دي، اللي هو الصفرة اللي هي اللي من الشعيرات الدمويه في الرجل. طب انا دلوقتي خطوات سحب من الشعيرات الدمويه هتكون عامله ازاي؟
اول حاجه انا بستخدم لانست. يعني ايه لانست؟ اللي هو الشكاكه. يعني انا بستخدم شكاكه لكل مريض شكاكه. يعني ما ينفعش استخدم شكاكه لكذا مريض، لا انا كده بعمل يعني انا بعمل مشكله خطيره. اوعى تعمل كده. وكذلك السرنجه او اي حاجه حاده، لا ما بستخدمهاش غير لشخص واحد مره واحده فقط. انا دلوقتي لو هسحب دم من الكابيلاريز بتاعت حد كبير، هعمل ايه؟ هشكه في صوابعه. يعني هشكه في صوابعه. انهي صبع؟ قال لي صبع اللي هو البنصر والوسطى. انهي البنصر والوسطى؟ انت عندك الابهام ده الصبع الكبير، بعديه على طول السبابه، بعديه على طول الوسطى، بعديه على طول البنصر، واخر حاجه الخنصر. انا بفضل انهي صباعين في ان انا اشك فيهم المريض اللي قدامي، اللي هو البنصر والوسطى، اللي هو الصبع الثالث من ناحيه صبعك الكبير والصبع الرابع. وباقي الصوابع نتجنبها. ليه؟ لان بيبقى فيها ساعات شويه اعصاب كده، فانت ممكن تلمس عصب فتوجعك قوي، فنتجنبها وخلاص. احنا دلوقتي شكينا، هنشك ازاي؟ انت بتشك في اتجاه عمودي، ما ينفعش تشك من على الجنب. يعني انت مثلا بصمات ايدك كده ما ينفعش تيجي تشك من زاويه موازيه ليها، لا انت عمودي عليها، بحيث انك نقطه الدم اللي بتطلع تبقى متجمعه كلها في دايره واحده، مش تبقى نازله في الاتجاه الموازي. فاهمني؟ فانت بتسحب العينه المتجمعه حوالين الدايره بتاعتك دي. فانت اول حاجه انت شكيت، طلع لك نقطه الدم الاولى. فنقطه الدم الاولى ديت، نقطه الدم الاولى دي هن هنمسحها. يعني مش هناخدها معانا. ليه هتمسحها؟ ان نقطه الدم الاولى دي تبقى مليانه سوائل الجسم. يعني دي اول نقطه تبقى طالعه مليانه بقى السوائل اللي حوالين الايه الخلايا دي. فنروحوا شايلينها خالص ونبتدي نجمع الدم ايه بعد النقطه دي. مع نلاحظ ان احنا ما نضغطش اهم حاجه على المكان، لان لو ضغطنا انت بتزود السوائل في الدم فانت بتخففه، فيحصل نتيجه متغيره. بعد السحب هنحط بلاستر زي ما اتفقنا عشان نحمي من التلوث. ده بالنسبه للكبار. طب الاطفال هنشك برضه في اتجاه عمودي. طب هنشكه فين؟ هل هنشكه في ايده ولا فين؟ لا هقول لك شك في كعب رجله. طب ليه ما يفضلش ان احنا نشك الطفل في ايده زي الكبار؟ لان هقول لك الطفل صوابع ايده لسه صغيره، فالجلد قريب من عظمه، فممكن انت غصب عنك وانت بتشكه تشك العظم معاه فتسبب له الم. عشان كده احنا نروح للاطفال عامه نسحب لهم من كعب رجليهم. منين من كعب رجليهم بقى؟ انت مسكت كعب رجله، الجهه اليمين من كعب رجله والجهه الشمال دي اللي انت تسحب منها. النص من تحت، شايف انا كاتب لك نو، النص الجهه اللي من تحت دي خالص اللي في النص دي ما تسحبش منها. ليه؟ لان دي اول حاجه فيها عظم، وتاني حاجه فيها اعصاب برضه، فانت ممكن تشك وتسبب له الم. فخليك من على الطرف، خليك من على اليمين اهو، من على الشمال. فهمت؟ يعني دي كده الاماكن اللي احنا نسحب منها من كعب رجل الطفل، وفي اتجاه عمودي برضه. وعلى الصوره على اليمين لو انت هتسال، لو انت هتشك مثلا حد كبير، فتبقى فاهم ان انت بتشكه في الوسطى والبنصل من فوق طبعا، مش من جوه. يعني من طرف ايده من فوق كده. نيجي لاخر حاجه معانا لو هنسحب عينه من الشريان، يعني الارتري بلاد. نيجي لاخر حاجه معانا لو هنسحب عينه من الارتري اللي هو الشريان. دي طبعا انت كحد بتسحب لسه مبتدئ مش هتسحب من الارتري خالص. يعني ما لا، يعني الارتري يعني معظم الناس اللي مش متعلمه سحب كويس ما ينفعش تسحب من الارتري ده. ده بعد ما انت تتعلم من الممارسه للسحب كتير ممكن تسحب من الارتري ده. فده ليه بقى صعب؟ لانه اول حاجه زي ما قلت لك في الاول، الشرايين بتبقى مدفونه جوه الجسم، فانت مش هتشوفها، هتحسها بحاجه، بالنبض. يعني الشريان ربنا خلاه بينبض، فانت هتحسه بانه عكس الوريد. الوريد ما بينبضش، يعني ما فيش نبض في الوريد، لكن الشريان فيه نبض، فانت هتحسه بالنبض. فكون ان هو مدفون ممكن صعب انك تحس نبضه. فعشان كده دي عايزه ممارسه شويه، وعايزه طرق معينه. فدي لازم تتعلم الاول وتشوف كذا حاله قدامك، وبعد كده تاخد الخطوه انك تسحب من الارتري. فعشان كده احنا معظم السحب بتاعنا يبقى منين؟ من الفين، كطريقه امنه واقل الم للمريض اللي قدامك. فالارتري ده يعني احنا بنستخدم السحب من الشريان ده في اضيق الحلول، يعني في استخدامات بسيطه، في تحاليل معينه. يعني اكتر حاجه احنا بنستخدم عشانها السحب الشرياني ده تحليل اسمه اي بي جي، اللي هو الارتيريال بلاد جاز. ايه الارتيريال بلاد جاز ده؟ ده تحليل غازات الدم. ده عباره عن ان انا بقول لك نسبه مثلا الاكسجين اللي في دمك قد ايه، نسبه ثاني اكسيد الكربون اللي في دمك قد ايه، وهكذا، ونسبه الباي كارب اللي في دمك قد ايه، وايه المشكله اللي ممكن تحصل. طب انا عايز اشوف البي اتش بتاعت الدم زادت قلت، وبناء عليه اشوف المريض دوت داخل في مشكله ايه. عشان كده مهم مهم ان انا اسحب من الارتري في الموضوع ده، لان الغازات بتبقى لسه يعتبر فريش، جايه من الرئه فريش.
فتبتدي التحليل ده يفحصها لي بسرعه. عشان كده بسحب اي بي جي من الارتري، يعني الارتري ده بسحب منه الاي بي جي، يعني اضيق الحلول. لو بسحب اي بي جي برضو معلومه خليها في ذاكرتك كده، انا كنت قايلها لك على فكره في الانابيب. اسحبه على الهيبارين. ليه اسحبه على الهيبارين؟ لان الهيبارين ماده منع للتجلط، فتحافظ لي ان العينه يتمنع تجلطها. يفضل ان انت تسحبه بسرنجه. يعني انت ازاي بتسحبه بسرنجه؟ هنتكلم بعد كده في السحب، هوريكم فيديوهات عملي بعد كده يعني للسحب من الارتري. بتسحبه ازاي؟ انت بتسحب الهيبارين على السرنجه وتفضيها، بحيث ان السرنجه تبقى مشبعه بالهيبارين بتاعك، فاول ما تسحب الدم عليه يعمل له سيوله كده، يخلي العينه ما تتجلطش، فتعرف تتفحص. وبتتفحص مثلا في خلال، انت في خلال المفروض ربع ساعه من سحبك للعينه بتاعت الاي بي جي دي تبقى وصلت المعمل. لان ازيد من ربع ساعه انت ممكن العينه تبوظ منك وتتجلط، فلازم تبقى ايه يعني، تبقى سريع في الموضوع ده شويه. نفس فكره السحب، احنا هنعقم كويس وبعد كده هندخل نسحب. هقول لك هندخل نسحب ازاي. بس هنا بقى انت مش هتسيب يعني انت مثلا خلصت سحب وطلعت هتحط القطنه، مش هينفع تشيل القطنه بعد نص دقيقه او دقيقه او الكلام ده زي ما بتحمل في الوريد. لا، انت هتسيب القطنه حوالي 5 دقائق كامله. ليه 5 دقائق كامله؟ لانك بتسحب من شريان. يعني انت عارف يعني ايه بتسحب من شريان؟ بتسحب من شريان، يعني شريان عمال يطلع دم وينبض، فان هو يقفل بسهوله الجرح اللي حصل له مش سهل. فلازم تحط القطنه 5 دقائق واكتر كمان عشان تقفل الشريان خالص، وتتفادى ان يحصل نزيف للمريض اللي قدامك. طب ايه الاماكن اللي انا بسحب منها من الشريان؟ 3 شرايين مهمين ورئيسيين في جسم الانسان. اول شريان بيسموه الراديال ارتري. فين الراديال ارتري ده؟ بص هتلاقيني عامل لك صورته اهو، من ناحيه صبعك الكبير كده، من عند الكف، من ناحيه صبعك الكبير في نفس المكان ده بالظبط، ده الراديال ارتري. في وشه على طول الجار بتاعه، في وشه حاجه اسمها الالنر ارتري، هوريه لك برده كمان شويه. ده اشهر السحب من الشرايين بيبقى من المكان ده، من الحته دي بالذات للناس الكبيره يعني. بعد كده عندنا شريان تاني اسمه البراكيال ارتري. ده بيبقى موجود ناحيه كده ناحيه الكوع من فوق. فاكر لما كنت بقول لك في البازيليك اللي هو من ناحيه الجسم، ده نفس الكلام موجود برضو من الناحيه اللي فوق، بس بيبقى مدفون جوه. مدفون جوه، فكونك انك تحسه بيبقى صعب شويه. فلازم تبقى يعني ايه يعني، تبقى متمكن كده عشان تعرف تحس الشريان كويس. تالت حاجه عندنا اللي هو الفيمورال ده موجود، يعني موجود في الفخذ من تحت. فالسحب منه بيبقى بصعوبة شوية لأنه موجود في مكان صعب إنك تعرف تتحكم فيه، ولو سحبت ممكن يحصل نزيف. فلازم تبقى يعني قافل على الشريان كويس جامد 5 دقايق وأكتر، بحيث إنك تتفادى إن يحصل نزيف. آخر حاجة إن هو موجود في مكان برضو يعني فيه بكتيريا، ومكان يعني منطقي إن هو متلوث، يعني مكان فيه بكتيريا كتير، فكونك إنك تسحب عينة منه مش مستحب. عشان كده بنخليه آخر حاجة. يعني اول حاجه الراديال ده في معظم التحاليل، وخصوصا احنا زي ما قلنا بنلجا للشريان في تحاليل اللي هو الاي بي جي مثلا. وتحاليل الغازات برضه ساعات بنعملها من الارتري، بس احنا الاي بي جي غازات مثلا زي امونيا وكده ممكن نسحب من الارتري، بس احنا الاي بي جي بنستخدمه، بنسحب من الشريان عشانه يعني. بنسحب من الارض من الراديال ارتري ده عامه يعني. طيب احنا دلوقتي فضلنا الراديال ارتري وهنسحب منه. طب هنسحب منه خلاص تمام كده؟ قال لي لا، انت لازم قبل ما تسحب بقى تعمل حاجه مهمه جدا، حاجه اسمها الانز تيست. ايه الالانز تيست ده؟ ده عالم جه عمل كده يعني تيست سريع، تيست بسيط. قال انت بما انك بتقول لي ان الراديال دوت انا هسحب منه ده شريان. طب انا شريان، افرض الشريان ده حصل فيه مشكله وانا بسحب، او ايا كان حصلت فيه مشكله، الشريان ده بيغذي كف الايد، الايد تقف؟ هقول له لا، في زي ما قلت لك في جار للشريان اللي هو الراديال ارتري ده، الالنر ارتري ده موجود جنبه، يعني بيوازيه من الناحيه التانيه. طب انا اعرف منين الشريان التاني بيغذي؟ عن طريق اختبار هو عمله كده مع نفسه، وقال لك الاختبار لازم اي حد يعمله. طبعا في ناس كتير بتسحب على طول من غير ما تعمل الاختبار ده، وده مش صح. انك لازم تعمل الاختبار ده بحيث انك ايه، تبقى مطمن. يعني المريض برضه حرام، انت بتتعامل مع مريض، فلازم تبقى ايه، يعني تبقى مطمن قبل ما تسحب، عارف انك مثلا لو حصل اي حاجه، ان شاء الله مش هيحصل حاجه، بس لو حصل تبقى ايه، عملت اللي عليك. طب انا بعمله ازاي؟ زي ما قلت لك هنا، انا دلوقتي عندي شريانين قدام بعض، هسحب من واحد، والتاني لو سليم والتاني لو سليم هيغذي الايد. طب التاني لو مش سليم وانا سحبت من واحد وحصل فيه مشكله، اصبح الاتنين اللي بيغذوا الايد فيهم مشكله، هقف انا على كده؟ يعني ايد الشخص ده تقف على كده؟ فعشان كده لازم اعمل الاختبار ده. اول حاجه، احنا دلوقتي رايحين نسحب من الراديال، فعندنا الالنر مش هنسحب منه،
فاعمل ايه عشان اتاكد ان الالنر شغال، وبناء عليه اسحب من الراديال، اللي هو لو حصل في اي حاجه الالنر بيغذي الايد. هتجيب ايد المريض اللي قدامك من ناحيه، يعني انت وش ايده فوق، الراديال من ناحيه الصبع اللي هو الابهام الكبير، والالنر من ناحيه الصبع الصغير. فهطلب من المريض ان هو يقفل ايده جامد، يعني تخليه يقفل ايده جامد، وتيجي انت بالصباعين بتوعك اللي هو السبابه والوسطى من الناحيه اليمين، والسبابه والوسطى بتوع الشمال، وتيجي تضغط عليهم بعد ما المريض قفل ايده. بعد كده خطوه رقم 3، تقول للمريض افتح ايدك. منطقي وبديهي انك تلاقي ايد المريض شحبه، اللي هو لونها ابيض، مش واصل لها دم، لانك قفلت مصدرين الدم اللي بيغذوها. المريض فتح ايده، لقيته المريض ايده شحبه، يعني ما فيهاش دم واصل لها. هتيجي انت تروح سايب صباعينك الاثنين اللي هو السبابه والوسطى من ناحيه اللي هو الالنر. يعني بص زي ما في الصوره كده، رقم 4 من تحت من على اليمين. انت صباعينك الاثنين على الراديال اللي هو من ناحيه الصبع الكبير، وصباعينك اللي هو ناحيه الشمال اللي هو من ناحيه الالنر انت شلتهم. فاصبح الشريان ده لو شغال الدم هيجي منه وهيغذي الايد تاني. فانت اطمنت ان الشريان التاني اللي انا مش هسحب منه اصلا، يعني ده مش هسحب منه، بس اطمنت ان ده سليم. طمنت ان ده سليم، خلاص انا اسحب من اللي هو الراديال بقى. الراديال لو حصل اي في مشكله لا قدر الله، عندي شريان تاني هيغذي ايدي مش هتقف. طب فكده بيسموها حاجه اسمها نورمال، يعني حاجه اسمها نورمال تيست، الاختبار دوت نورمال معايا طبيعي. طب لو انا طب انا بستنى قد ايه؟ انت المفروض مثلا في خلال من 5 ل 10، يعني 5 ل 15 ثانيه بالظبط، انت ايدك المفروض ترجع لطبيعتها لو شلت ايدك من على الالنر. يعني لسه قافل على الراديال وشلت الالنر، المفروض ايدك ترجع للونها الطبيعي الاحمر. طب انا بعد كده لقيت الوقت طول وايدي لسه ما احمرتش، وانا شايل ايدي من على الالنر ودايس على الراديال، كده في مشكله في الالنر. فابتدي اشوف ايد تانية، بيسموها ده اب نورمال، حاجه مش طبيعيه، لان المفروض الشريانين شغالين. شلت ايدي من على الالنر، الشريان يبقى شغال ويوصل الدم. فابتدي اروح اشوف الايد التانية، وهكذا. يعني ما ينفعش تسحب من هنا بقى. طب انا خلاص انا شلت ايدي من على الالنر لقيته بيوصل الدم، خلاص اسحب من الراديال. شلت ايدي من على الالنر ولقيته مش بيوصل الدم، فكده في مشكله في الايد دي، ما ينفعش اعتمد على شريان واحد اسحب منه. لو حصل فيه مشكله الايد كده هتقف، لان الشريان التاني واقف. فاروح اشوف الايد التانية. بس يعني احنا كده فهمنا الراديال هنسحب منه ازاي. طبعا هنسحب منه ازاي احنا كنا بنتكلم نظري، ما اتكلمناش عملي. بس احنا دلوقتي عايزين بقى ايه؟ نيجي نجمع اللي احنا قلناه من الاول بالراحه. لو انتوا بتكتبوا فلازم تكونوا كاتبين وفاهمين. الاورده، احنا عندنا 3 اورده رئيسيه عند الكوع كده من فوق بنسحب منهم. قلنا الميديان والسيفاليك والبازيليك. بنفضل مين فيهم؟ اللي هو الميديان، بعد كده السيفاليك، بعد كده البازيليك. ليه؟ لان الميديان بيبقى في النص وثابت ما بيتحركش كتير، بعد كده السيفاليك بيبقى على الجنب، فعشان كده بنخليه رقم 2، عشان وارد ان هو ايه، يجي معاك في الجنب كده، يجي معاك من الجنب، بس انت هتلاقيه بنسبه كبيره واضح. البازيليك ليه بنسيبه رقم 3؟ لانه في اعصاب تحتيه فممكن تسبب الم وتجمع دموي للمريض. بعد كده الشعيرات الدمويه بنلجأ لها لو احنا مثلا عايزين نعمل افلام للدم، عايزين نعمل حاجه اسمها البليدنج تايم، نشوف ان المريض ده ممكن ينزف قد ايه عن طريق شكه في ايده، ونشوف هيقعد ينزف قد ايه. وبنستخدمها في الاطفال وهو حديث الولاده بالذات، عشان نعمل لهم حاجه اسمها، يعني او الاطفال اول ما بتتولد كده بيبقى عندهم نسبه صفرة. فنسبه صفرة يعني في اطفال بتبقى طبيعيه، وفي اطفال تانية بتبقى مرضيه. فعشان كده الدكتور بيبتدي يعمل الاختبار الصفرة ده على فترات، يشوف الصفرة بتزيد قد ايه، وبتزيد كل كام ساعه، والنسبه بتبقى كام، عشان يشوف هل الطفل ده الصفر اللي موجود عنده طبيعي ولا صفرة مرضيه، ويبتدي يعالجها بطرق معينه. فعشان كده بعمل حاجه اسمها كابيلاري بالروبين، بتبقى حاجه سهله، عكس ما الطفل يتشك في الوريد ويتسحب منه زي الشخص الكبير. فبتشكه في رجله وتعمل له الكابيلاري بالروبين ده. زائد اختبارات بتتعمل كده اول ايام للطفل، بتعملوا اختبارات شامله كده، يطمن برضو يطمنوا بيها على صحته بشكل عام يعني. اخر حاجه اتكلمنا على السحب من الشريان. عرفنا ان احنا عندنا 3 شرايين في الجسم بنسحب منهم. رقم 1 الراديال ارتري، تاني واحد اللي هو البراكيال ارتري، واخر حاجه اللي هو الفيمورال ارتري. وعرفنا الراديال ده اشهر حاجه بنسحب منه، والبراكيال يعني يليه، بس هو بيبقى محفور في الايد قوي، فانت صعب ممكن تحسه. اخر حاجه الفيمورال بنسيبه رقم 3، مش مفضل قوي لانه بيبقى محفور في الفخذ من تحت. ف... فانت مش ممكن ما تتملكوش قوي.
في حاجه برضو ما قلناهاش، اللي هو لو انا داخل بزاويه في الشريان. يعني لو داخل في الراديال ممكن الزاويه بتاعتي تبقى مثلا ايه، تبقى مثلا من 30 مثلا ل 45، يعني حوالي يعني 30 ل 45 تقديريا يعني. لو انا رايح للبريك اللي هو فوق شويه، ازود الزاويه شويه، لانه بقول لك بيبقى محفور تحت. فانت ممكن تخليها من 45 ل 60 على حسب تقديرك واللي انت شايفه. الفيمورال عشان يعني الفيمورال عشان محفور جوه خالص، ممكن تستخدم له زاويه عموديه، يعني مثلا ايه من 60 ممكن ل 90 زاويه عموديه معاك عشان تعرف تلقطه. بس فاحنا قلنا بنستخدم السحب من الشريان يعني ايه يعني. مش استخداماته مش كتيره، لانه زي ما قلت لك مش اي حد يسحب من الشريان. تاني حاجه بيبقى خطورته اعلى، عشان كده معظم صحوباتنا للتحاليل بتبقى من الاورده، اقل الم اقل ضرر، وبتديك نفس يعني بتديك النتائج. فانا مش عايز اسبب يعني انا المريض اللي قدامي انا في نفس الوقت عايز اسحب له العينه من غير اي الم ومن غير اي ضرر. هنقف لحد هنا ان شاء الله. في الفيديو اللي جاي يعني احنا كده فهمنا خطوات السحب. ان شاء الله هنزل لكم فيديوهات عملي بحيث انك تشوفوا برضو بعينكم ازاي بنسحب من الاماكن المختلفه كلها. تشوف مره واثنين وثلاثه قبل ما تجرب بايدك، احنا لسه خطوه بخطوه. وبعد كده ان شاء الله هنزل لكم بقى الاخطاء الوارده اللي ممكن تحصل وتاثر معايا وتعمل لي مشكله، فنتفادى المشكله عن طريق اللي احنا ايه يعني. المشكله ممكن تحصل معاك من السحب، فنتفادى المشكله دي على قد ما نقدر. فهنزل لكم برضو الاخطاء، والاخطاء اللي بتسحب بتحصل في السحب العينه، والاخطاء اللي ممكن تحصل مننا واحنا شغالين في العينه، وايه اللي انا اعمله عشان اتفادى اي مشكله تحصل لي. فهنفهمه ان شاء الله باذن الله مع بعض في الفيديوهات اللي جايه. يعني خطوه مع خطوه هنبني لنا اساس ان شاء الله باذن الله مهم ان شاء الله، وهتستفادوا منه كلكم باذن الله. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.